السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي بمناسبة الشتاء. حاجة كده بتدفي وبتدي طاقة وبتخلي الوش كده محمر وجميل. هنعمل النهاردة مفتقة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. والاول اقول لكم معاكم اميره ثابت، ما تنسونيش في اللايك، ويا رب الفيديو يعجبكم. النهارده دلوقتي المفتقه المقادير بتاعتها يعني بسيطه جدا ورخيصه جدا. معانا 2 كيلو عسل اسود، ومعانا كوبايه زيت، ومعانا نص كوبايه دقيق ابيض، ومعانا كوبايتين سمسم او كوبايه ونص، ومعانا حلبة مطحونة بنجيبها من عند العطار. حلبة مطحونة بس لازم ننخلها بمنخل رفنع قوي، علشان ساعات بتبقى ايه فيها حبيبات كده اهوت، يعني تبقى وحشة. يعني لازم ننخلها ونطلع الحلبة اللي هي الكبيرة شوية. ما ينفعش نجيبها ونعملها على طول، لازم ننخلها. ومعانا مغات برضو بتاع 3 معالق كبار مغات او تحويجه. يعني انت بتقولي للعطار انا عايزه تحويجه. دولت كانوا ب 15 جنيه، ودولت كانوا ب 10 جنيه، ودولت كوبايه ونص سوداني. سوداني انا محمصاه وحطاه، والسمسم يكون محمص. هنجيب الاول العسل، هنحط عليه الحلبه المطحونه. 2 كيلو، انا قايله 2 كيلو عسل، ما تشككنيش في نفسي. 2 كيلو عسل عليهم الحلبة المطحونة ديت. بتقولي للعطار انا عايزة مثلا ب10 جنيه حلبة مطحونة. بنقلبها كده، نقلبها كده كده كويس قبل ما نستخدمها، علشان الحلبة تدخل مع العسل وما تكلكعش، عشان لو حطينا الحلبة والعسل سخن هتكلكع. احنا بنقلب كده الحلبة والمغات بنحمره، وهوريكم الطريقة. دلوقتي احنا جبنا حلة تكون غويطة، لازم تكون غويطة علشان العسل بيفور. ونخلي هنا ايه موطين عليها شوية كده. الاول هنخليها وسط، النار وسط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كوباية الزيت ونحطها، احنا مخلين النار وسط. هنحط عليها دقيق، بسم الله، ونقلب الدقيق مع الزيت، نقلبه كده يبقى مصفر. بسم الله. المفتقه ديت بقى بتبقى حلوه مع العيش الفينو ومع العيش البلدي. الصبح الواحد بياخد كده ربع رغيف، يعني بتدي طاقه طول اليوم وبتبقى حلوه قوي. احنا بنفضل نقلب كده في الدقيق لغايه اما يصفر شويه، وبعدين بنحط عليهم السمسم. السمسم دوت متحمص. نقلب شويه كده بسرعه بسرعه. طبعا الدقيق كده مع السمسم بياخد ايه تحميصه حلوه. نقلب كده، نفضل نقلب على طول لما يبقى داخل على صفار كده بنحط التحويجه. هو كده اصفر شويه، بنحط التحويجه ديت وشم الريحه بقى. الريحه بتبقى روعه. اهم حاجه نفضل بنقلب على طول كده، تقليب مستمر. ريحتها حلوة أوي. شم الريحه ندى. فكرني بأيام تيتا. لا الله يرحمها، الله يرحمها. كانت بتحبها قوي. هي الطريقه دي بقى بتاعت امي وجدتي
هي كده خلاص احمرت، يعني بنقعدها بتاع 7 دقايق، وننزل بقى العسل بالحلبة المطحونة. ونكمل تقليب. نفضل بقى نقلب كده. هو لو العسل حلو ومن مكان مضمون وحلو تقيل كده ما بياخدش 5 دقايق. لو العسل خفيف بياخد بتاع ربع ساعة تقليب كده. طبعا احنا بنفضل نقلب كده ونعمل له اختبار، نحط ايه نقطة على الطبق، لو فرشت تبقى لسه، ما فرشتش يبقى كده خلاص. خليكوا بقى معايا نفضل نقلب فيها كده. بس اهم حاجة تكون الحلة الحيطة بتاعتها طويلة علشان ايه بتفور. بنفضل نقلب فيه كده وايه لغاية ما يبتدي هيتقل شوية. هنحط له الليمون، بس نوطي عقبال ما نحط الليمون علشان ما يفورش. معانا ليمونة، هنحطها ليمونة كبيرة. بسم الله. النص التاني. ونقلب تاني. نفضل بقى في التقليب كده مستمر علشان ما تفرش. اهم حاجة نفضل نقلب فيها. هي كده بقالها بتاع 8 دقايق. احنا كده هنعمل لها اختبار. بسم الله. هنحط كده نقطة ونشوف، لو فرشت تبقى لسه قدامها شوية، ما فرشتش يبقى كده خلاص. بس نفضل نقلب برضو. هي كده ما فرشتش يبقى كده كفاية. لو فرشت نفضل نخليها على البوتاجاز شوية صغيرين. انا بخلي السوداني اخر حاجة علشان يكون مقرمش وحلو لغاية اخر حتة في قلب البطرمان. لو حطينا السوداني من الاول بتحس ان هو طري، لكن في الاخر خالص بنحط السوداني ونقلبه، بيفضل محمص في قلب المفتقه وبيبقى طعمه حلو قوي، ما بيبقاش طري. نقلب كده تقلبتين ونطفي عليه. دلوقتي خلاص خلصنا المفتقه، ودلوقتي حطينا حبه في الطبق اهوت. ما بينزلش ولا بيجري ولا بيلفلف يعني ما لا يعني بيفرش. زي ما حطيتها بالظبط، هي ما فرشتش يعني اهيت. ودوت الشكل النهائي بتاعها. طبعا لما بتبرد بتبقى كده اهوت. هي دلوقتي طريه شويه، اما بتبرد بتبقى كده. بصوا زي المربى. هي زي المربى بس احلى، يعني دي طعم والمربى طعم. بس ان شاء الله الطريقه تعجبكم، والسوداني يبقى مقرمش وجميل، وهدوقها لكم جميله قوي. بص لما خدت المعلقه ما فرشتش. يا رب الطريقه تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش باللايك. باي باي.